السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقة المسقعة. حاجة سهلة وبسيطة وتنفع معانا وجبة رئيسية فطار وغدا وعشاء. اول حاجة نبدأ بيها كده، معانا معلقتين زيت من اللي احنا قاليين بيهم البتنجان بتاعنا والبطاطس. اول حاجه معانا فصين توم كده، معاهم قرن فلفل سبايسي اختياري على حسب ما انت عايزه. بتبداي تشوحيهم كده، بس مجرد ما بياخدوا لون بتبداي تنزلي بيهم. معانا نص كيلو طماطم كده مقطعاها مكعبات. هنا بس مجرد ما اشم ريحتهم كده بس بتدبل معايا، هنزل بمعلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون زي ما انتوا شايفين كده. مجرد بس ما نشم ريحة التوابل في التوم بتاعنا، هبدأ انزل بنص كيلو طماطم متقطعة مكعبات. زي ما انتوا شايفين كده، بس نشم ريحة التوابل. هنا الطماطم بتاعتنا مقطعة مكعبات، دي نص كيلو طماطم. على حسب الكمية اللي انت عايزة، لو كمية زيادة بتزودي الطماطم على حسب ما انت عايزة. هنا زي ما انتوا شايفين كده نبدأ نشوح فيها. طبعا معانا قرنين فلفل بارد مقطعينهم مكعبات صغيرة، نبدأ نضيفها على الطماطم بتاعتنا ونقلب تقليبتين كده، وبعد كده نسيبها تتسبك على نار هادية. احنا مظبطين الملح بتاعها، حاطين كمون وحطينا كزبرة، وهنحط ذرة ملح صغيرة. احنا قليين البتنجان بتاعنا والفلفل والبطاطس على جنب. هنا طبعا زودنا معلقة خل، دي بتدي المسقعة حاجة تانية وبتخلي طعمها تحفة. هنا زي ما انتوا شايفين بدأت تتسبك معايا هي ودبلت خالص. ما بتاخدش مننا اي وقت ولا مجهود خالص، ووجبة رئيسية وجميلة وحاجة سهلة. هنا البتنجان بتاعنا والبطاطس احنا قالينهم. هنبدأ زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ تاخد تقليبة صغيرة، وبعد كده ايه نوطي عليها النار 5 دقايق، وبعد كده هنطفي عليها واوريكم شكلها النهائي دلوقتي. يعني أسرع ما يمكن. تتاكل طبعا جنب أي حاجة زي مقبلات كده، وما شاء الله حلوة جدا، وأكلة سهلة وسريعة تتعمل وانتي في 5 دقايق. هتاكلي أحلى صينية مسقعة وشكلها تحفة ما شاء الله بعد ما أخدت 5 دقايق على النار. ده شكلها النهائي، معها بقى عيش بلدي وأحلى أكلة وأحلى طعم. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.